أخي العزيز، عمرك جلستي باش تقرا كتاب ولا تحفظ الامتحان ولا تخدم على شي مشروع كيهم مستقبلك، وبانلك بلان تدخل الانستغرام ولا تيك توك غير 5 دقايق وفجأة لقيتي راسك دوزتي ساعتين أو 3 بلا ما تحس؟ عمرك فكرتي علاش ولات كتجينا صعيبة بزاف وبحال العذاب نمشيو للجيم ونقراو ومستعدين ندوزو نهار كامل وحنا كنطلعو في هاد الشاشة؟ السبب ماشي حيت نتا عاجز وماشي حيت ما عندكش الإرادة، السبب هو هرمون مخبي في الدماغ ديالك سميتو الدوبامين، والشركات الكبرى لقات الساروت كيفاش تستغلو وترجعك مدمن. ولكن ما تخافش، ان شاء الله في هذا الفيديو غنشرح لك بالتدقيق الفخ اللي ما يبغوناش نعرفوه، وكيفاش ترجع السيطرة على حياتك. اول حاجة خاصنا نصحوها، وهي واحد الفكرة غالطة عند بزاف ديال الناس، كاين اللي كيسحاب ليه الدوبامين هو هرمون السعادة. هادشي ماشي دقيق علميا. الدوبامين في الحقيقة هو هرمون الرغبة والتوقع، هو داك الموتور أو المحرك اللي كيعطيك الشحنة والطاقة باش تنوض دير شي حاجة. هو اللي كيقول لدماغك نوض دير هاديك الحاجة، وراه كاين موراها مكافأة. وهاد النظام خلقو فينا ربي سبحانه وتعالى باش يحافظ على البقاء ديالنا. مثلا شحال هادي كان الانسان البدائي ملي كيلقى شي شجرة ديال الفواكه وسط الغابة، الدماغ ديالو كيزيد من افراز الدوبامين. علاش؟ في نظرك باش يعقل على ديك البلاصة ويرجع ليها المرة الجاية باش ميموتش بالجوع. يعني الدوبامين هو ناقل عصبي كيكافئك على المجهود اللي كدير لصالح البقاء ديالك. ولكن شنو وقع في العصر الحالي؟ الدماغ ديالنا بقى هو ولكن العالم تبدل تماما، ولينا عايشين في وسط تسونامي ديال شي حاجه سميتو الدوبامين الرخيص والسريع، تشيب دوبامين. الشركات ديال السوشيال ميديا والالعاب جابوا اكبر علماء النفس وصنعوا خوارزميات هدفها واحد، تعطيك بزاف ديال الدوبامين في ثانيه واحده وبلا مجهود. ملي كتحط تصويره وتتسنى اللايكات، الدماغ ديالك كيدخل في حاله توقع واش غيتفاعلوا ولا لا. هاد الانتظار كيعطيك دوبامين. ملي كدير سكرول وكتشوف فيديو مضحك وراه فيديو مثير، كل تحريكه ديال الصبع كتعطي للدماغ مكافأة سريعه. نفس الشيء في الالعاب الالكترونيه، كتموت وكتعاود تحيا، كترجع للجيم وكتطلع في الرانك بسرعه، الدماغ هنا كيسحاب لي راه كيحقق انجازات عظيمه وكتفرز كميات ضخمه ديال الدوبامين. ولكن في الحقيقه انت جالس غير فوق الكرسي ديالك وما كتحركش من بلاصتك. هنا فين كتوقع الكارثة البيولوجية في العقل ديالك. الدماغ كيبغي ديما التوازن، ملي كتطلع الدوبامين بزاف وبسرعة بالتليفون، الدماغ باش يحمي راسو كينقص من المستقبلات ديال الدوبامين. هادشي علميا كيتسمى التسامح توليرانس. خط الاساس او البازلين ديال الدوبامين عندك كيطلع، يعني كتولي محتاج كمية كبيرة ديال السوشيال ميديا والالعاب غير باش تحس راسك عادي وماشي مكتئب. والنتيجة ملي تحط التليفون تبقى تقرا كتاب او تراجع الامتحان، هاد الانشطة الطبيعية كتعطي دوبامين قليل وببطء، ولكن طبيعي، لأن النتيجة ديالك تطلب وقت ومجهود. ولكن الدماغ ديالك اللي ولف على الدوبامين السريع والسهل كيشوف القراية أو الرياضة بحال العذاب والملل القاتل، فكيهرب منها مباشرة وكيرجع التليفون. واش هادشي كيعني أننا تفرقعات لينا السيركويات ومبقاش الحل؟ لا طبعا، الحل كاين وسميتو صيام الدوبامين، دوبامين ديتوكس، باش ترجع الحساسية للدماغ ديالك. وهذه هي خطتك العلمية، حاول تبدأ من غدا أو في أقرب وقت. الا شفتوا الفيديو الاول ديالنا في القناة عطيناكم واحد النصيحة، ترجعوا لي غتلقاو. دابا غنعطيكم تاني 3 النصائح طبقهم في الحياة ديالك ورد عليا ان شاء الله. اولا، طبق قاعدة العائق. الدماغ ديالنا عجاز، الا لقى التليفون حداه بعشرة سنتيم غيهزو. الحل هو تصعب عليه الوصول اليه. حيد تطبيقات السوشيال ميديا من الشاشة الرئيسية، دير كود طويل وصعيب وحط التليفون في بيت اخر ملي تبغي تخدم او تقرا. كل ما زدتي عائق بينك وبين الدوبامين رخيص، كل ما دماغك كيعجز يقلب عليه. ثانيا، دير يوم واحد في الأسبوع أو حتى نصف اليوم قطع فيه السوشيال ميديا، الألعاب والأكل غير صحي، وخلي راسك تحس بالملل، حيت داك الملل هو الدواء اللي كيرجع للمستقبلات ديالك الحيوية ديالها. ثالثا وآخر شي، بدل الدوبامين رخيص بالدوبامين نضيف. الدوبامين اللي كيجيك مورا ما كتسالي حصة ديال الرياضة، مورا ما كتعلم مهارة جديدة، أو مورا ما كتقرا كتاب، أو مورا ما كدير أي حاجة فيها مجهود وكترجع لك من بعد. هاد الشعور هو الحقيقي بالإنجاز. العقل ديالك هو أغلى حاجة كتملكها، تخلي الشركات كتخلص المليارات باش تسيطر عليه وتسرق لك مستقبلك. جرب هاد الخطوات ورد عليا في التعاليق.